اخوان السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحيه طيبه للجميع. المهم اخوتي في هذا الفيديو هذا ما غاديش نطول عليكم. بالنسبه للناس اللي كيسقسيو على القفه ديال رمضان كيفاش غادي تساطا، المهم اخوتي اليوم جبت لكم اخبار جديده حول القفه ديال رمضان. المهم الى حد الساعه باقي ما خرجت حتى شي جهه معينه، لا حكومه ولا مسؤولين ديال الدعم، المهم حتى شي جهه من الحكومه ما خرجت وصرحت باللي راه الدعم او القفه ديال رمضان ما غاديش يتسعطى في السنه الماضيه، وغيعتمدوا على المؤشر، وغادي يعتمدوا كذلك على السجل الاجتماعي الموحد. ولكن اخوتي جريده الصباح نقلت واحد الخبر ان الحكومه غادي تعتمد على المؤشر وعلى السجل الاجتماعي الموحد، والناس اللي غيستافدوا من هاد القفه هذه هما الناس اللي كيستافدوا من الدعم والناس اللي عندهم امو تضامن. يعني هذا الخبر هذا تنشر في الجريده الصباح، ولكن واش فعلا غيطبق؟ يعني الى حد الساعه باقي ما شفناش شي حاجه. دابا حاليا كيقولوا باللي راه الناس اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر وعندهم المؤشر 9.32 تحت، هادو غيستافدوا من القفه ديال رمضان. يعني ما عرفناش الطريقه اللي غادي يعطيوهم هاد القفه ديال رمضان. لنفرض انهم غيعتمدوا على المؤشر وغادي يعتمدوا على الناس اللي كيستافدوا من الدعم. مزيان اخوتي، انا كنت كنتمنى، وفيديو سابق قلت لكم انا كنتمنى هاد القفه ديال رمضان تعطى للناس اللي كيستافدوا من الدعم. علاش؟ لان كيوقع الزبونيه وباك صاحبي ملي كتعطى للناس في المقاطعات او لا كيتكلف بها عون ديال السلطه، كاين اللي كيستافد منها وكاين اللي ما كيستافدش، وكاين اللي كيستافد غير الاقارب ديال يعني ديك عون السلطه. المهم حنا ما كنتساهموا حتى شي واحد، الحمد لله كاين رجال في هاد البلاد هادي. ولكن اللي بغيت نقول لكم اخوتي هي ما عرفناش الطريقه اللي غتعطى بها، واش غيعطوهم فعلا القفه ديال رمضان او لا داك المبلغ ديال القفه غيعطيوه لهم دعم مباشره للحسابات البنكيه. وانا كنتمنى اخوتي تعطى مباشره للحسابات البنكيه، مثلا يقدروا ديك القفه ديال رمضان شحال كتساوي ويدوزوها لهم مباشره للحساب البنكي ديالهم بلا ما يبقاو ينتظروا القفه ديال رمضان. المهم اخوتي المعلومات اللي كاينه الان حاليا هي ان جريده صباح نشرت واحد الخبر ان الحكومه غتعتمد على قفه رمضان على المؤشر اللي هو 9.32، والناس اللي كيستافدوا يعني امو تضامن 9.32 الناس ديال امو تضامن، واللي عندهم اقل من 9.32. ولكن اللي عنده فوق 9.32 يعني ما يستافدش من قفه رمضان. ولكن كيبقى العلم لله. هذه يعني الجريده ديال النهار هي اللي نقلت هذا الخبر هذا، وانا ما كنظنش يعني غتنقل شي خبر عن الحكومه وما يكونش صحيح. المهم كنتمنى، يعني انا بالنسبه لي كنادي وكنبغي نوصل الصوت ديال الناس اللي هما كيستافدوا من الدعم، سواء كان عنده امو تضامن ولا امو الشامل. المهم مادام انه كيستافد من الدعم الا وانه محتاج قفه رمضان. وكنتمنى من الله عز وجل ان يبلغنا رمضان، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا من عنده ومن فضله سبحانه وتعالى. المهم اخوتي هذا هو الجديد، ما بغيتش نبخل عليكم بهذه المعلومات، فكنتمنى اخوتي اذا عجبكم الفيديو بارطاجيو باش تعم الفائده، والدال على الخير كفاعله كما قال عليه افضل الصلاه والسلام. المهم اخوتي اذا كتشاهدوني اول مره في القناه ما تنساوناش بواحد اللايك وشق الياب واشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.